الولاد النهارده عايزين ياكلوا كشري مصري، وبيقولوا عايزين يا ماما نروح نشتري كشري ونتغدى بيه النهارده. قلت لهم لا، انا موجوده يبقى مفيش محلات، انا موجوده يبقى اعمل احلى من المحلات كمان. هنجيب الكشري ونعمله في البيت بطريقه حلوه ولذيذه واطعم من المحلات كمان. والله العظيم بعمله اجمل من المحلات بكتير، مش بشويه لا بكتير. نعمله النهارده مع بعض ونشوف هنعمله ازاي، ونشوف طعمه ونشوف حكايته هتبقى معانا ايه النهارده. شويه كشري عظمه 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 ولا كلمه. هو ده الكشري المصري. نعمله كده ونحط عليه شويه الورد بتاعنا. الله 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 على الورد بتاعنا، حاجه كده تفتح النفس. هو ده الورد اللي يجنن. شويه كشري ما اقولش. نشوف هنعمله ازاي مع بعض. نجيب المكرونه بتاعتنا بقى ونسلقها. نجيب مكرونه عاديه مقصوصه صغيره ومعاها شويه مكرونه سباكيتي، وتسلقيها على البوتاجاز في ميه مغليه. وهي ديت سلقه عاديه خالص ما فيهاش اي افتكاسات، معروفه المكرونه وسلقتها. وبعدين نجيب العدس بجبه بتاعنا نغسله كويس وننزل بيه في الحله، بس لازم تغسليه كويس وتجيبي المقدار على قد كميه الكشري اللي انت هتعمليها. هننزل عليه بالميه بقى بتاعتنا. نجيب الميه وننزل عليها ميه ساقعه من الحنفيه خالص، ويا دوب حبه ملح صغيرين عليه، وتحطيه على البوتاجاز وتهدي عليه علشان يستوي معاكي وما يتهريش. هنجيب الرز بتاعنا ونغسله وننزل عليه بالعدس الاصفر، وبعدين شويه ملح وحبه زيت صغيرين، وتقومي جايه مسويه في حله صغيره برده تانية. ونجيب الحله وفيها شويه زيت وننزل فيها بمعجون الطماطم، ودي تبقى الصلصه بتاعتنا. صلصه جميله وخفيفه خالص. هتجيبي المعجون الصلصه وتنزلي عليه بزيت، اول ما ياخد غلوه بس تنزلي عليه بالميه، وبعدين تنزلي عليه بالتوابل بتاعتك اللي انت حباها، ملح وفلفل وكمون، وتنزلي بشويه شطه. ما تحطيش خل وما تحطيش بصل على الصلصه عشان تيجي تاكله تلاقيه خفيف في الاكل وطعمه حلو وبتاكليه ما تشبعيش منه. لكن لو حطيتي عليه خل بيبقى تيجي تاكليه بتلاقي طعمه لاذع، ما بيبقاش حلو، بتاكلي حبه وخلاص نفسك بتقفل منه. وبعدين تجيبي البصل بتاعك تقطعيه جوليان زي ده كده، وبعدين تفركيه بايديكي كويس عشان يبقى شرايح، وتقومي جايه نازله عليه بحبه دقيق صغيرين او حبه نشا. عايز تحطيه بالنشا حطيه، عايزه تحطي بالدقيق حطيه، بس انا حطيت دقيق علشان برضو يديني الطعم المسكر وما يحمرش بسرعه ويبقى طعمه مسكر، ويديكي برضو القرمشه بتاعت المحلات ما يبقاش طري معاكي كده. هنحط شويه شويه مش هتكتري علشان يبقى احمر وياخد راحته في السوا. ونجيب بقى المقلايه بتاعتنا ونعمل فيها الدقه. الله على الدقه بتاعتنا بتبقى ريحتها جنان. هتجيبي توم كتير وتفرميه وتنزلي فيه على ايه، على المقلايه في حبه زيت صغيرين خالص، لان طبعا كله بتحمير متبقاش كميه الزيت كتيره، لا تخفي الزيت عشان يبقى حاجه كويسه. واول ما تصفر معاكي التومه تقومي جايبه شويه خل وتطشه بيهم التوم، وبعدين تنزلي بشطه كتير. لازم تطشي الخل بالتوم، وبعد ما تاخد غلوه بالخل تقومي نازله عليها بشويه ميه. هي ديت الدقه بتاعتنا اللي طعمها حكايه وريحتها تجنن ما شاء الله. وتزودي بقى على قد ما انت عايزه، وطبعا بزودها كتير لان الولاد بيحبوها. وقمت حاطه فيها قرن فلفل حامي برضو عشان يديكي الطعم الحلو وتكون الدقه لذيذه. وده الرز بعد ما استوى، وده العدس بعد ما استوى، ودوت البصل لما اتحمر، والمكرونه بعد ما استوت. كله بيتعمل في ثواني. ودي صلصتنا الجميله، وهو ده الكشري بتاعنا بيتعمل في ثواني والله ما بياخد وقت. وما تعمليش الكشري في حله واحده، لان لما بتعمليه في حله واحده بيبقى لونه غامق ومش حلو ومش بيفتح النفس كده. لكن كده تلاقي الحاجه قدامك فاتحه، وتحطي ده على ده يديكي انتظام في الرصه في الطبق، ويديكي منظر جميل ويفتح النفس وانت بتعمليه. لكن انت علشان ان انت تعملي كله في حله واحده بيكون مش حلو، انا مش حباه. وديت النتيجه بتاعتنا، شويه كشري ما شاء الله ما شاء الله. المكرونه، الرز، وبعدين المكرونه، وبعدين العدس، وبعدين الورد بتاعنا اللي هو البصل المقرمش. الورد ورد ورد كده يديكي طعم جنان للطبق، وتاكلي ما شاء الله عليكي. الطبق ده ما شاء الله يخلص وتجيبي غيره، واولادك ياكلوا ويشبعوا ولا يروحوا المحلات ولا يروحوا حاجه. هي دي النتيجه بتاعتنا، شويه كشري ومفيش بعد كده ريحه وطعم جنان. وطبعا مفيش غنى عن الكشري في البيت المصري، وكمان اسمه الكشري المصري لان طبعا مصر بتتشهر بالكشري المصري الجميل. ولما يعجبك الفيديو ان شاء الله تعملي لايك وشير للفيديو وتعملي متابعه للقناه.